السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول إنكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان خاطر يوصلكوا أي حلقة جديدة أنا بنزلها. يلا نبدأ حلقتنا النهاردة. عدت فترة كبيرة جدا وآسيا بتستحمل العذاب والألم، وبتحاول في نفس الوقت إن هي ما تبينش ابنها على اللي بيحصل لها والعنف اللي ضدها. بتحاول ما تبينهوش عشان ما يطلعش معقد، تبينه إنهم عايشين حياة سعيدة جدا. لكن طبعا ده العكس تماما. اما عن جاسر فبيكون بيحاول ان هو يعرف اي معلومات عن حازم عشان يقدر يوصل لاسيا، لان جاسر واثق 100% ان اسيا لسه عايشة. اما عن المحامية فبتكون مش مصدقة ان اسيا لسه عايشة، بسبب ان الصحافة وكل حاجة اتكلمت عليها واتكلمت على الحادثة اللي حصلت، وكان في صور وكل ده، فبالتالي اكيد مش هتكون عايشة. هي كل حاجة كانت صوت وصورة، ونحط تحت صوت وصورة دي بقى مليون خط لأننا هنحتاجهم بعدين. فأكيد إن جسر لسه مش يعني أكيد جسر لسه مش فايق أو لحد دلوقتي مش مستوعب. بس 5 سنين ونص مش مستوعب، ممكن يكون عشان بيحبها قوي. المحامية احتارت جدا، مش عارفة هل تصدق آسيا وتمشي، تصدق جاسر وتمشي ورا جنونه، ولا. وفي يوم وفي ليلة من الليالي الجافة، بعد ما نيمت آسيا ابنها، طلعت هي من الأوضة وبصت يمين وشمال، لقيت إن حازم في وشها وبيبص لها ابتسامة شيطانية اللي هي كرهتها وكرهت وشه كله بملامحه بكل حاجة. اتخضت هي واستوعبت إن ده حازم. والله لو كان شيطان كان هيكون أحسن من وشه. قالت له: حازم، أيوة تعالى أنا عايزك في حاجة. عايزني انا؟ ايوه يا اسيا تعالي. مسكها من ايديها ونزلوا البدروم تحت. استغربت اسيا جامد جدا، لكن هو قعد وهي قعدت، وبدأ ان هو يقول لها: اسيا انا عرضت قبل كده عليك ان نبدأ حياة جديدة وانتي مرضتيش. اسيا انا بحبك، ارجوكي اديني فرصة لو مرة واحدة بس ان نبدأ علاقة تانية نكون احسن من كده. انت بجد بتهزر يا حازم؟ يعني انت عايزني اتضرب وعشان خاطر شهوتك واتحمل وفي نفس الوقت اربي ابنك تربية كويسة عشان ما يطلعش معقد ويطلع زيك؟ لا، انا اصلا مش مريض يا اسيا، انا مش مريض، لا مريض يا حازم، وانت اكتر واحد عارف انك مريض. انت مش قوي يا حازم، لان انت اضعف انسان. كفاية بس انك مش قادر انك تقف قدام نفسك وتواجه نفسك وتقول اللي انت مريض وتعالج نفسك. انت مريض، مريض قوي كمان. سابته ومشيت بخطوات سريعة وهي خايفة منه لحسن يمسكها ويبدأ ان هو يعمل شقاوته. طلعت هي على الأوضة ومن غبائها دخلت الأوضة بتاعت حازم. دخل حازم وهو بيفتح الباب وبيزعق بصوت عالي. اتخضت هي وجسمها كان بيرتعش، مرعوبة، مرعوبة منه قوي. قامت هي وقفت قصاده وبصت له وهو بصلها. نزل عليها بالقلم، من شدة الألم وقعت هي على الأرض وبدأ بقها إن هو يطلع في دم. بصت له هي ووقفت وقالت له: أنت عاوز مني إيه؟ عاوز نبدأ حياة جديدة ولا نبدأ جهنم جديد؟ لا، نبدأ جهنم جديد. مريض، بس تعرف مش انت لوحدك اللي مريض، كلنا هنا مرضى. لا لا، تعرف احنا فعلا كلنا هنا مرضى وانت اولهم يا حازم. انت انت
انت دمرتني، دمرت حياتي ومستقبلي. كان عندي 15 سنة. طب عارف قبل ال 15 سنة كان ايه اللي بيحصل؟ انا هقولك. ايوه هقولك. انا بابا كان بيغتصبني. ايوه كان بيغتصبني كل يوم. وانا الهبلة اللي كنت فاكرة ان هي لعبة. كنت فاكرها لعبة. بجد انا كنت غبية قوي. كان ما كانش بيحبني بس ما كانش بيضربني. كان طيب قوي الصراحة. بس بعد كده قال لي انا هحبك وهجيب لك حاجة حلوة كل يوم. الصراحة كنت مبسوطة. ايوه اتبسطت. اتبسطت قوي. كنت مبسوطة. اول مرة حد يقول لي ان هو يبقى حنين عليا، ولا على الاقل هياخدني في حضنه. لكن هو اصلا ما خدنيش في حضنه. كان كل يوم يفضل يعمل معايا اللعبة دي. صح، اغتصاب مش لعبة. كان يغتصبني كل يوم. كان جسمي بيوجعني قوي. وبعد كده بعد كده كان بيجيب لي حاجة حلوة وكنت بتبسط قوي. مش عشان خاطر الحاجة الحلوة، بس كنت بتبسط لما الاقيه جايب لي حاجة حلوة. يعني راح هو بنفسه وجاب الحاجة الحلوة ليا. كان مهتم. كنت فرحانة لأني أول مرة أعرف إن في اهتمام. لكن برغم كده كانت طفولتي متدمرة. ولما بقى تمت ال15 سنة واحنا على هذا الوضع، أقول لك اللي حصل. انت جيت اشتريتني وحصل بقى اللي حصل. كنت تضربني وحاولت ان اهرب منك كتير. فاكر صح؟ بس انت اكيد فاكر انت كنت بتعمل ايه. صح. كلكم كرهتوني بس انا ما عملتلكوش حاجة. كان نفسي بس ان يكون عندي اب او حد يكون حنين عليا. حتى انت كنت بتضربني وكنت بحبك. كنت فاكرك ان انت هتبطل تضربني. بعد كده جه جسر. اول مرة الاقي حد كويس، حد ممكن ان هو كان يكون حنين عليا، يهتم بكل حاجة. جسر كان منقذي. كان كل حاجة ليا. وبقى عندي صحاب. كنت كنت مبسوطة قوي. مش هتتصور فرحتي كانت ازاي. بس انا دلوقتي اهو واقفة قدامك. مستقبلي ضاع، حياتي ضاعت، حتى انوثتي ضاعت. كلكوا استغلتوا انوثتي وطفولتي. كلكوا استغلتوني. انا بكرهك، بكرهك يا حازم. فهي وقعت في الارض، ومن شدة الضربة طلعت هي برا الأوضة وقعت في الأرض. جري جبل عليها. بالظبط، جبل كان شايف كل ده.